ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تاني يوم في شهر رمضان المبارك، ويا رب يبقى الشهر خير علينا جميعا، ويبقى كده بنية صافية واقرب الى الله. النهارده هنتكلم عن قصة علمتنا الصبر والامل والثبات على الابتلاءات اللي بتواجهنا في الحياة. ومش هقدر اقول غير طبعا قصة كلنا بنحبها، وهي قصة سيدنا يوسف. تعلمنا حاجات كتير جدا جدا، ويلا بينا على بقية الفيديو. طبعا هنحكي عن اول حاجة، وهو الحلم اللي سيدنا يوسف حلمه، وراح سأل باباه على الحلم. فباباه نصحه ان هو ما يحكوهوش لحد ابدا. ودي اهم حاجة، ان احنا ما نحكيش لاي حد عن حاجة احنا حلمناها، عن اي حاجة احنا ناويين هنعملها في حياتنا. لازم نبقى كتومين لحد ما الحاجة دي تحصل، لان الحسد مذكور في القرآن. ده اساسي. وطبعا لما حصل بقى وان اخوه رماه في البئر وكده، ده علمنا بردك ان الصبر، على ان احنا نصبر على الابتلاءات ونقعد ندعي ربنا. ما نقعدش ان احنا نشكي لحد، لا، انت تشكي همومك وابتلاءاتك لربنا، وربنا هو اللي قادر يحل المشكلة دي، وقادر ان هو ربنا بيعمل المشكلة عشان انت تتعلم منها، عشان بعد كده بيعدك لحاجات جاية ممكن تحصل لك. فدي اهم حاجة، ما تحكيش لحد اي حاجة انت ناوي تعملها غير باذن الله ان شاء الله لما تحصل. وهو طبعا سيدنا يوسف القي في السجن بضع سنين، وكان دايما شكوته هو لله سبحانه وتعالى. ما كانش بيقعد زينا كده يقعد يتكلم مع الناس، طب نعمل ايه، طب نخطط نحل، لا، هو كان دايما كلامه مع ربنا. احنا بجد لو عملنا كده حاجات كتير في حياتنا هتتغير. يمكن دايما ربنا بيقول اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. يعني انا بقول لك، انا ادعيني وانا هستجيب لك، ادعيني بمشكلتك وانا هحلها لك. انت فين؟ لا، احنا بنلجأ ان احنا بنحاول نفضفض اللي في قلبنا للناس. دي اهم حاجة برضك، ان انت لازم تكون تدعي ربنا، ما تقعدش تتكلم مع اي حد. وطبعا ربنا كان اعطى لسيدنا يوسف قدرته على تفسير الاحلام، ففسر حلم فرعون اللي هو حلمه، وهو كان الوحيد اللي قادر يفسره فعلا بالظبط. ما كانش دجالين والناس دي ما كانوش عارفين يفسروا الحلم. وطبعا ربنا كرمه وخلاه عزيز مصر، وكان امين على مخازن مصر، وده كان كرم من عند ربنا. وبعد صبر كبير 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 جدا قابل باباه، وان هو طبعا كانت دي صبر بعد تقريبا 30 سنة على ما اظن. وربنا حب يفرحه وشاف الصبر بتاعه، فطبعا ده يعلمنا الصبر. طبعا ان انت دعائك لربنا، ان انت اي حاجة انت عايزها ادعيها لربنا. مهما ابتلاءاتك زادت عليك، هو ربنا زي ما بيقول ان يعني بعد الصبر جبر، ربنا هيجبرك، بس اصبر اصبر كده عشان تدوق حلاوتها. فدي اهم حاجات من قصة سيدنا يوسف. ويعني يا رب اكون كفيت ووفيت وعرفت اقول لكم بالظبط. انا ده الحاجات اللي انا اعرفها من وجهة نظري، ده ولا اي حاجة. في ناس بتتكلم احسن مني، بس انا بحاول اقول لكم مقتطفات، وان الحاجات اللي احنا نقدر نستفيد بيها. ويعني يمكن قصة سيدنا يوسف من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا، ودايما بتعلم منها الصبر، وان ربنا قريب ان هو هيفرجها مهما كان قرب الانسان جامد. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو ده. واشوفكم على خير، وباي باي.